قال لك تالت حاجة إن بدأ عندي يبقى في استقرار الحكم وازدياد قوة السلطة المركزية. قلت لك الأسرة ال11 بدأت إن هي تزود نفوذ السلطة المركزية، بدأت إن هي تقلل من نفوذ حكام الأقاليم، فبقى الوضع عندي مستتب والأمن 100 تمام. فقال لك إن بقى عندي استقرار في الحكم وازدادت قوة السلطة المركزية، بدأنا إن احنا نعمل تنظيم إداري جيد بيربط البلد ببعضها، لأن في عصر الاضمحلال الأول ما كانش عندي تنظيم إداري، الدولة ما كانتش مهتمة بالاقتصاد ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي طلاب الصف الأول الإعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معادنا مع الدرس الثاني من الوحدة الثانية اللي بيتكلم عن عصر الدولة الوسطى. عصر الدولة الوسطى هو عصر الرخاء الاقتصادي، عصر مميز جدا مصر فيه كانت بتنمو وتتطور، وقدرنا ان احنا نحد او ان احنا نقلل من نفوذ حكام الاقاليم، وزودنا طبعا نفوذ السلطة المركزية. بقى عندي تنوع، بقى عندي تطور، بقى عندي نمو اقتصادي. ولكن زي ما احنا عارفين ان لكل بداية نهاية، وإن الدولة زيها زي الإنسان بتمر بمراحل شباب، وبعد كده بتمر بمراحل شيخوخة وضعف لحد ما بتسقط. عشان كده هنعرف النهاردة إن عندي دولة عظيمة زي الدولة الوسطى، بعد كده حصل عندي عصر الاضمحلال الثاني اللي هو احتلال الهكسوس لمصر. بعد كده حاولنا إن احنا نحرر مصر، والملك أحمس قدر إن هو يحرر مصر. ده كله هنعرفه النهاردة. بس قبل ما نبدأ عايزك تسمي الله وتصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ درس النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا في الدرس اللي فات إن الملك مينا وحد القطرين، القطر الشمالي والقطر اللي في الجنوب، هو أصلا من الجنوب تمام. وحد القطرين وخلى مصر متوحدة، كتلة واحدة ودولة واحدة زي ما احنا عارفينها دلوقتي. وأسس عندي عصر هو العصر العتيق. عصر عتيق ده بيتكون من أسرتين، الأسرة الأولى والأسرة الثانية تمام. عصر العتيق خلص، جه بعده عصر الدولة القديمة. ده بيتكون من 4 أسرات، من الأسرة الثالثة لحد الأسرة السادسة تمام. جه بعده عصر الاضمحلال. عصر الاضمحلال من الاضمحلال الأول من الأسرة السابعة لحد الأسرة العاشرة. نيجي بعد كده لدرس النهاردة واللي بيقول لك إن بدأ عندي عصر جديد وهو عصر الدولة الوسطى. عصر الدولة الوسطى كان مميز في حاجة. عصر الدولة الوسطى كان مميز في حاجة اللي هو إيه؟ إن إحنا بدأنا نقلل من نفوذ حكام الأقاليم، وبدأنا إن إحنا نرجع السلطة المركزية. السلطة المركزية، لأن إحنا في الدرس اللي فات في آخره قلنا إن حكام الأقاليم بدأ نفوذهم يعلى، وبدأ نفوذ السلطة المركزية اللي هو نفوذ الملك والحاشية بتاعته اللي هم الوزراء بدأ يقل تمام. فحصل عندي حالة ضعف وحالة اضمحلال. ولكن في عصر الدولة الوسطى ظهر عندي أسرة جديدة وهي الأسرة ال11. الأسرة ال11 دي بدأت إن هي ترجع السلطة المركزية وترجع القبضة الأمنية للبلاد تمام. فبدأ عندي يبقى فيه رخاء اقتصادي. عشان كده عصر الدولة الوسطى سميناه عصر الرخاء الاقتصادي. إنما عصر الدولة القديمة سميناه عصر بناة الأهرام، لأنهم كانوا بيبنوا أهرامات. بنوا هرم خوفو، هرم خفرع، هرم منقورع، وتمثال أبو الهول اللي براس إنسان وبجسم أسد تمام. فقال لك عصر الدولة الوسطى بيشمل الأسرتين. أنه أسرتين؟ الأسرة ال11 اللي قلت لك رجعت السلطة المركزية
قضت على نفوذ حكام الاقاليم، والاسره ال 12 اللي كملت المسيره من بعدهم وخلت الدوله الوسطى يبقى يتسمى العصر بتاعها بعصر الرخاء الاقتصادي. تمام؟ طيب ايه اهم الخصائص اللي بتميز عصر الدوله الوسطى؟ قال لك ان هم اول حاجه بداوا يعملوها ان هم بداوا يامنوا الحدود بتاعتهم علشان ما حدش يحتلنا. فبدانا ان احنا نامن الحدود من خلال ان احنا بدانا نوسع الحدود بتاعتنا اللي موجوده في الجنوب. يعني مثلا دي مصر، دي مصر، تمام؟ انا اتخيل ان دي مصر، الحدود بتاعتي كانت هنا عند رقم ايه؟ عند حرف الف. انما احنا بدانا نتوسع لحد ما بقينا ايه؟ بقت حدودي هنا عند ايه؟ حرف ب. فبنبص بنلاقي ان نفوذي بدا يتوسع، والحدود بتاعتي بدل ما كانت هنا بقت ايه؟ بقت هنا. فبدل ما كنت بضطر ان انا ادافع عن مصر من هنا والعدو بتاعي بيبقى موجود هنا، لا انا بقيت موجود هنا بدافع عنها. تمام؟ تمام. يبقى بدأنا ان احنا نأمن الحدود بتاعتنا من خلال ان احنا بدأنا نتوسع، بدأنا نوسع الحدود بتاعتنا. طب عملنا ايه تاني؟ بدأنا ان احنا نبني الحصون. بدأنا ان احنا نبني ايه؟ الحصون. هرسمها لك تاني. يعني دي مصر ام الدنيا، تمام؟ بدأنا ان احنا نعمل الحصون ازاي؟ بدأنا ان احنا نعمل حصن هنا مثلا وحصن هنا. الحصن ده عامل زي جسر او عامل زي حيطه كده، سد منيع، تمام؟ بقدر من خلاله ان انا ادافع عن البلد بتاعتي. فبدانا ان احنا نعمل حصون في الجنوب وفي الشمال، وبدانا ان احنا نعمل حصون في الشرق وفي الغرب. فبدانا ايه؟ نامن الحدود بتاعتنا. تمام؟ يبقى بدانا نبني حصون، وده كله كان لتامين حدود مصر الشرقيه اللي موجوده في الشرق، والجنوبيه. الشرقيه اللي هي دي والجنوبيه اللي هي دي. يبقى بدأنا ان احنا نعمل حصون ونأمن الحدود بتاعتنا الشرقيه والجنوبيه. تمام؟ تمام. قال لك تالت حاجه ان بدأ عندي يبقى في استقرار الحكم وازدياد قوه السلطه المركزيه. قلت لك الاسره ال11 بدأت إن هي تزود نفوذ السلطة المركزية، بدأت إن هي تقلل من نفوذ حكام الأقاليم. فبقى الوضع عندي مستتب والأمن 100 100. تمام؟ فقال لك إن بقى عندي استقرار في الحكم وازدادت قوة السلطة المركزية، وبدأنا إن إحنا نعمل تنظيم إداري جيد بيربط البلد ببعضها. لأن في عصر الاضمحلال الأول ما كانش عندي تنظيم إداري، الدولة ما كانتش مهتمة بالاقتصاد ولا بأي حاجة. فبقى العبء كله على الفلاح، والعبء كله على المواطن المصري اللي عمل ثورة. تمام؟ فبدأنا إن إحنا نصلح الأوضاع. تمام؟ رابع حاجة بيقول لك بقى عندي نشاط معماري كبير، وبدأنا إن إحنا نبني معابد ونبني مقابر. بدأنا نبني معابد ومقابر. يبقى عندي نشاط معماري كبير، زي إن إحنا بدأنا نبني معابد، بدأنا إن إحنا نبني إيه؟ مقابر. تمام؟ قال لك بدأ يبقى في عندي ازدهار في الأدب والفنون، ازدهار في الأدب والفنون. وده بسبب ايه؟ بسبب الانتاج الادبي. بدا يبقى عندي انتاج ادبي كتير. واحد قاعد مثلا على القمر، يعني مش قاعد على القمر، لا قاعد مثلا ايه؟ على السطح بتاعه. فهو ساعتها ما كانش فيه كشافات ولا نور ولا اي حاجه، فالقمر بايه؟ بينور له. فجه في باله قصيده، او جه في باله مثلا ان هو يرسم رسمه او يعمل اي حاجه يشغل وقته. فبدا يطلع روح الفنان اللي جواه. فكل واحد مثلا بدا يرسم، بدا يكتب قصيده، بدا يكتب شعر. فبقى عندي ايه؟ انتاج كتير. الناس كلها بدات ايه؟ تهتم بالادب والفنون. فبقى عندي ايه؟ زياده في الانتاج الادبي، وبقى عندي تقدم في الفنون زي فن الرسم والنحت. فن الرسم والنحت. تمام؟ تمام. حصل ايه تاني؟ قال لك ان احنا بدانا نهتم بالتعدين بالمعادن. بدأنا إن إحنا نهتم بالمعادن وبالمحاجر. تمام؟ فقال لك اهتمينا بالتعدين من خلال الاستغلال الواسع لإيه؟ للمحاجر والمناجم. للمحاجر والمناجم. المحاجر دي بنطلع منها الحجارة. طب الحجارة بنستخدمها في إيه يا مستر؟ الدنيا مليانة حجارة. أقول لك الحجارة دي كانوا بيبنوا بيها الأهرامات، كانوا بيبنوا بيها المعابد، كانوا بيبنوا بيها المقابر. تمام؟ والمناجم موجود فيها اللي هي إيه؟ التعدين، اللي هو الحديد، النحاس، الفوسفات،
الذهب، الفضه، فموجود فيها معادن، فالاثنين مهمين جدا. بدانا ان احنا ايه نهتم بيهم وبنستغلهم. تمام. قال لك سابع حاجه بقى عندي ايه زياده في النشاط التجاري مع الدول المجاوره لينا زي فينيقيا وبلاد بونت. بدانا ان احنا نتاجر ونزود التجاره بتاعتنا مع الدول القريبه منا زي فينيقيا وبلاد بونت. تمام. قال لك حصل عندي ان بقينا بنهتم بالمشروعات الزراعيه. مع اهم حاجه الزراعه. هناكل منين؟ هنعيش منين؟ الزراعه بتجيب لي الذره، بتجيب لي القمح، بتجيب لي كل حاجه انا بحتاجها علشان اكل. تمام. ده ان احنا اهتمينا بالمشروعات الزراعيه حصل من خلال ايه؟ قال لك ان احنا بدانا نتوسع في مساحات الاراضي الزراعيه. بدل ما كان مثلا عندي 1,000,000 فدان او 100,000 فدان، بقى عندي ايه 2 مليون. تمام. او بقى عندي 200,000، فزودنا المساحه الزراعيه. تمام. يبقى زودنا مساحات الاراضي الزراعيه وعملنا سدود. ليه ان احنا بنعمل سد؟ علشان يحمينا من الفيضان، وعلشان يخزن ميه. اقول لك اشرحها لك. الفيضان ده مثلا انا بحتاج 100 مليون من الميه، 100 مليون، فبيجي لي 300. بيجي لي كام؟ 300. فال 300 دي انا محتاج منهم 100 بس، هيتفضل معايا 200. فالسد اللي انا بعمله بيخزن ال 200. طيب بيخزنهم لحد امتى يا مستر؟ بقول لك بيخزنهم مثلا السنه الجايه هيجي مثلا منسوب الميه قليل، فانا مثلا محتاج 100، هيجي لي 50، فاروح واخد من ايه؟ من ال 50 اللي موجودين من 200 اللي انا مخزنهم. فده هينفعني ليه؟ علشان انا بخزن ميه الفيضان علشان استفيد منها في اوقات الجفاف، الاوقات اللي انا بحتاج فيها ميه بس ايه مش لاقي. طيب علشان كده سمينا عصر الدولة الوسطى بعصر الرخاء الاقتصادي، كان كله مميزات. نراجع مع بعض كده. قال لك ان احنا بدأ عندنا نشاط معماري كبير، ازدهر الادب والفنون، بقى عندي استقرار في الحكم وازدادت قوة السلطة المركزية، بدأنا نحمل حصون ونأمن الحدود بتاعتنا، بدأنا نهتم بالتعدين من خلال الاستغلال الواسع للمحاجر والمناجم، بدأنا ان احنا نزود النشاط التجاري مع البلاد اللي جنبنا زي فينيقيا وبلاد بونت، بدأنا نهتم بالمشروعات الزراعية، وان احنا بدأنا نعمل سدود، وبدأنا ان احنا نوسع الأراضي الزراعية. تمام. علشان كده سمينا عصر الدولة الوسطى بعصر الرخاء الاقتصادي. طيب هما ايه اشهر ملوك الدولة الوسطى؟ مين اشهر ملوك الدولة الوسطى؟ هنعرفهم دلوقتي، ولكن عايزك تعرف زي ما قلت لك ان الدوله دي بتتكون من اسرتين، ال11 وال12. من الاسره ال11 معايا راجل واحد بس، ملك واحد، هو الملك منتحتب الثاني. منتحتب الثاني ده هو اللي رجع لي النظام ورجع لي السلطه المركزيه من تاني، هو اللي خلى الدوله الوسطى تظهر من الاول. يعني ايه؟ يعني هو اللي قضى على عصر الاضمحلال الاول، هو اللي رجع مصر لمسارها الصحيح. تمام. فده من الاسره ال11 والوحيد اللي من الاسره ال11. الاربعه الباقيين اللي هو امنمحات الاول، سنوسرت الثالث، وامنمحات الثالث، والملكه سوبك نفرو، دول من الاسره ال12. تمام. يبقى انا عندي واحد بس هو الملك منتحتب الثاني اللي من الاسره ال11. طيب الراجل ده عمل ايه؟ قال لك الراجل ده كان اول حاكم في طيبه بعد عصر الدوله القديمه يعرف ان هو يسيطر على البلاد. ازاي؟ سكن في طيبه دي اللي موجوده في الاقصر حاليا. تمام. قدر ان هو يقضي على ملوك اهناسيا، قدر ان هو يقضي على النفوذ بتاعتهم. ملوك اهناسيا موجودين في الشمال، تمام، والاقصر موجوده فين؟ في الجنوب. تمام. قدر ان هو يسيطر على الوجه البحري اللي موجود فين؟ في الشمال. لما يقول لك الوجه البحري اعرف ان هو في الشمال. ليه؟ لان البحر فوق، البحر المتوسط في الشمال. تمام. لو قال لك الوجه القبلي اللي تحت اللي هو الجنوب، اللي هو الصعيد يعني. تمام. فقدر ان هو يسيطر على الوجه البحري والوجه القبلي اللي هو الصعيد،
ونجح في ان هو ينتصر على ملوك اهنسيا اللي قلت لك موجودين فين؟ في الشمال، هم ملوك الوجه البحري. ملوك الوجه البحري. يبقى الراجل ده قدر ان هو يسيطر على ملوك اهنسيا اللي كانوا ساعتها ايه؟ مستغلين ضعف الدوله وكانوا مسيطرين على الشمال او على الوجه البحري. فهو لما مسك الحكم قدر ان هو ينتصر عليهم ويسيطر على البلاد زي الملك مينا يعني. تمام؟ بس الراجل ده كان ايه؟ ملك عظيم. قال لك تاني حاجه، اعاد السلطه المركزيه قويه. السلطه المركزيه بدل ما كانت ضعيفه وسلطه حكام الاقاليم اللي هم حكام المحافظات زي دلوقتي اللي هو المحافظ، حكام الاقاليم كان ساعتها السلطه ايه؟ مرتفعه، يعني السلطه بتاعتهم كانت زايده. وسلطه السلطه المركزيه السلطه بتاعتهم كانت ضعيفه شويه، فهو رجع النفوذ بتاعتهم واعاد السلطه المركزيه القويه واصلح النظام الاداري اللي موجود في البلد. تمام؟ ونجح في ان هو يحد من نفوذ حكام الاقاليم، زي ما قلت لك قضى على ملوك اهنسيا وقدر ان هو ايه؟ يحجمهم او يحد من السلطه بتاعتهم، يعني يقلل السلطه بتاعتهم. تمام؟ تمام. يبقى الامن اصبح مستتب والدنيا اصبحت تمام. بعد كده قال لك انا ظبطت الدنيا وبدات ان انا ارجع السلطه المركزيه وبدات ان انا اامن الحدود بتاعتي وبدات ان انا اامن مصر وان انا ارجعها قبضه واحده زي الاول. ابدا بقى ايه؟ ان انا اجمل العاصمه بتاعتي او اجمل المدينه بتاعتي اللي هي ايه؟ طيبه. طيبه دي اللي هي الاقصر حاليا. اهتم ان هو يجملها ازاي؟ بدا يبني فيها معابد، بدا يبني فيها مقابر، فبقى ايه؟ شكلها جميل. تمام؟ فقال لك اهتم بتجميل طيبه وانشا المعابد فيها. تمام؟ قال لك ان هو بدا يتوسع في الجنوب. بدات ان انا اجمل المدينه اللي هي طيبه، فجملتها بقى شكلها جميل وبنيت فيها المعابد. طيب انا هعمل ايه تاني؟ هبدا اتوسع في الجنوب علشان امن الحدود بتاعتي. ابدا اتوسع في الجنوب عشان امن ايه؟ الحدود بتاعتي. تمام؟ قال لك قام بالتوسع جنوبا عشان يامن الحدود بتاعته. بدا ان هو يبعت بعثات تجاريه لبلاد بونت. البعثات التجاريه دي مش عن طريق البحر، لا، عن طريق الصحراء. كانوا بيمشوا عن ايه؟ عبر الصحراء. يبقى بدا ان هو يبعت رحلات تجاريه او ارسل بعثه تجاريه لبلاد بونت. بلاد بونت عبر الصحراء. اكتبها لك هنا، بلاد بونت. تمام؟ تمام. عشان كده بنقول ان فترة حكم الملك منتحتب الثاني هي بداية المجد للأسرة ال11. للأسرة ال11. يبقى العصر بتاعه هو كان نقطة البداية اللي انطلقت منها الأسرة ال11 والأسرة ال12. تمام؟ تمام. نيجي بعد كده للملك أمنمحات الأول. الملك أمنمحات الأول هو مؤسس الأسرة ال12. مؤسس الأسرة ال12. الراجل ده كان برضه دماغه عبقرية. عمل إيه؟ قال لك إن هو بدأ يقوي الدولة. بدأ العصر بتاعه تبقى مصر قوية وفيها استقرار وفيها نمو وتقدم وازدهار في المجالات الاقتصادية والفنية والأدبية. فمن أهم أعماله إن هو بدأ ينقل العاصمة من طيبة إلى أسيتا تاو. من طيبة إلى أسيتا تاو. أشرحها لك دلوقتي. بص. تمام. نتخيل إن دي مصر. تمام؟ أسيتا طيبة هنا اللي هي الأقصر. طيبة. تمام؟ فطيبة موجودة فين؟ في الجنوب. موجودة فين؟ في الجنوب. ده الجنوب وده الشمال. تمام؟ فهتبص هتلاقي ان طيبة محذوفة تحت والشمال بعيد عنها. فهو قال لك لا، انا عايز يبقى ايه؟ يبقى المسافة ما بين الاتنين متساوية، يبقى في نص الدولة. علشان كده نقل العاصمة بتاعته الى أسيتا تاو. طب ايه معنى أسيتا تاو؟ أسيتا تاو. تمام؟ ايه معنى أسيتا تاو؟ قال لك القابضة على
الأرضين. الثيتا تاو في النص. هتلاقي لو بصيت هتلاقي المسافة للجنوب زي المسافة للشمال. مسافة في الجنوب زي مسافة في الشمال، فلو حصلت حاجة في الجنوب هنقدر نلحقها، لو حصلت حاجة في الشمال هنقدر نلحقها. علشان كده سميناها الثيتا تاو أو القابضة على الأرضين. تمام. فقال لك نقل عاصمة البلاد من طيبة إلى الثيتا تاو. ليه؟ لتكون في موقع متوسط، وهي معناها القابضة على الأرضين. تمام؟ أي بين الوجهين البحري اللي هو فوق في الشمال والإبلي اللي موجود فين؟ في الجنوب، حتى يسيطر على كل أنحاء البلاد. يعرف يسيطر، لو في حاجة يعرف يسيطر عليها، لو في ثورة يعرف يسيطر عليها، سواء كانت في الجنوب أو في الشمال، في الوجه البحري أو في الوجه الإبلي. تمام. طيب هي الثيتا تاو دي بتقع فين دلوقتي؟ قال لك هي قرية الليشت الموجودة في محافظة الجيزة. قرية الليشت. تمام. تاني حاجة عملها إن هو بدأ يخضع حكام الأقاليم. إزاي؟ بجيب حكام الأقاليم، مثلا حاكم إقليم الإسكندرية مثلا، أو حاكم إقليم الصعيد، أو أي حاكم إقليم بجيبه بقعده معايا، أجيب له شاي، أجيب له أكله، أكله وأشربه وأنيمه. فأنا بدأت إن أنا أتعامل معاه ودي، بدأت إن أنا يبقى بكرمه وبعطف عليه، بديله ألقاب، بديله هدايا. ففي مثل بيقول لك اطعم الفم تستحي العين. فأنا بدام هو بياكل وبيشرب من خيري ولحم كتافه من خيري، فهو أكيد مش هيخوني، صح؟ فهو بدأ يعمل كده، بدأ إن هو يخضع حكام الأقاليم لسيطرته، بإنه بدأ يمنحهم الألقاب الرفيعة، وإن هو بدأ يقربهم منه، بدأ إن هو يقربهم منه. فأكيد بعد ده كله مش هيخونوه أو مش هينقلبوا عليه. تمام؟ ثالث حاجة قال لك إن هو طرد القبائل الآسيوية اللي دخلت مصر عن طريق الشرق. في قبائل جات لنا عن طريق سيناء، شبه جزيرة سيناء الموجودة في الشرق، وبدأت إن هي تسكن معانا. القبائل دي موجودة في آسيا، لأن جايلنا عن طريق فلسطين. فلسطين موجودة فين؟ في آسيا، فجايلنا من آسيا. يبقى بدأ إن هو يطرد القبائل الآسيوية اللي دخلت مصر عن طريق الشرق. تمام. بدأ إن هو يعمل سلسلة من الحصون على الحدود الغربية للبلاد. ليه؟ الحدود الغربية دي الحدود الغربية، تمام؟ وده الشرق، تمام؟ الحدود الغربية جنبنا بالظبط. لو بصيت جنبنا هتلاقي ليبيا، تمام؟ ده احنا عارفينه، تمام؟ فهو بدأ إن هو يعمل حصون على الحدود الغربية بتاعتنا. ليه؟ علشان كان خايف من هجمات الليبيين أو الغزوات أو الغارات اللي بيعملها الليبيين، علشان ممكن يحتلونا، ممكن يحاربونا. فهو كان خايف من كده، علشان كده بدأ إن هو يعمل حصون على الحدود الغربية. قال لك ليه؟ علشان يحمي مصر من الغارات الليبية، يحمي مصر من الغارات الليبية. قال لك بعد كده، قال لك إن هو بدأ يوصل حدود مصر الجنوبية لحد الجندل الثاني. مصر في عهده بدأنا نوسع الحدود بتاعتنا، بدل ما كان حدودنا عند ألف زي ما قلت لك، بدأت تبقى عند ب. فبدل ما كانت الحدود هنا بدأت تبقى هنا دي اللي هي الجندل الثاني. تمام. بعد كده هندخل على الملك سنوسرت الثالث. الملك سنوسرت الثالث عمل زيهم بالظبط، بدأ إن هو يأمن الحدود بتاعت مصر اللي موجودة في الشرق، والحدود بتاعت مصر اللي موجودة في الشمال واللي موجودة في الجنوب. بدأ إن هو يأمن الحدود بتاعتنا الموجودة فين؟ في الشمال، والحدود الموجودة فين؟ في الجنوب. تمام. يبقى قام الملك سنوسرت الثالث بتأمين حدود مصر الشمالية والجنوبية. تمام. بدأ إن هو يدافع عن مصر، بدأ إن هو
يعمل حملات عسكريه ويعمل تامينات وان هو يامن الحدود بتاعتنا. تمام. فقال لك كان من اعظم ملوك اللي قاموا باعمال عسكريه علشان يامن حدود مصر، كان من اعظم الملوك اللي عمل حملات عسكريه علشان يامن الحدود ايه بتاعتنا. تمام. قال لك بعد كده اهتم بالحدود الجنوبيه، فقام ببناء الحصون زي حصن قمنه وسمنه، سمنه وقمنه، حصنين سمنه وقمنه. احفظ الحصنين دول زي اسمك، سمنه وقمنه. عمل الحصنين دول اللي موجودين فين؟ في الجندل الثاني. الحصنين دول موجودين فين؟ عند الجندل، الحدود اللي عند الحدود اللي وصلنا لها اللي هي الجندل الثاني. انا قلت لك ايه؟ قلت لك ان احنا وصلنا لحد الجندل الثاني، الحدود بتاعتنا. تمام؟ انما في عهد سنوسرت الثالث عمل حصنين سمنه وقمنه عند ايه؟ عند الجندل الثاني. تمام. وهناك عمل يافطه كبيره كده، يافطه كبيره، وكتب عليها اني بريء من ابن ياتي بعدي ولا يحافظ على تلك الحدود. بمعنى ان انا متبري من اي عيل من عيالي مش هيحافظ على الحدود دي، ولا مسامحه دنيا ولا مسامحه اخره. تمام. وامر ان هو يحفر، ان الناس تحفر قناه اسمها قناه سيزوستريس. هو اسمه سنوسرت الثالث، فاكيد القناه ايه تبقى اول حرف على اسمه اللي هي سيزوستريس. يبقى امر الملك سنوسرت الثالث بحفر قناه مائيه عرفت باسم قناه سيزوستريس. سيزوستريس. طب ليه؟ علشان تربط بين البحر المتوسط والبحر الاحمر. تمام. يبقى علشان تربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر عن طريق نهر النيل. دلوقتي عندنا قناة السويس، صح؟ في الوقت ده ما كانش في قناة السويس، فهو عمل ايه؟ قناة سيزوستريس. سيزوستريس بتربط ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط عن طريق ايه؟ نهر النيل. فقال لك هنا ايه؟ لأنها كانت بتربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط عن طريق نهر النيل. تمام؟ طيب ايه النتائج اللي ترتبت على ان انا عملت قناة سيزوستريس؟ بدأت حركة التجارة عندي تزيد، بدأت الناس الدول المجاورة بدأت تتاجر معايا أكتر وأكتر. أنا سهلت لهم الدنيا وسهلت لهم الطريق، مش هيحتاجوا حاجة. فبدأت حركة التجارة عندي تزيد أكتر وأكتر، وبدأ عندي يبقى في إيه؟ اقتصادي يبقى إيه؟ أعلى وأعلى لحد ما بقى عندي إيه؟ رخاء اقتصادي. فقال لك ما النتائج التي ترتبت على حفر قناة سيزوستريس؟ قال لك أدى ذلك إلى زيادة حركة التجارة بين مصر والدول المجاورة ليها، وده ساعد على ازدهار الاقتصاد المصري في عهد سنوسرت الثالث. تمام. طيب ده كله احنا بنتكلم عن سنوسرت الثالث. هندخل بعد كده على الملك أمنمحات الثالث. الملك أمنمحات الثالث قال لك امتاز عهده بالسلام. ولا تقول لي ترامب ولا غير ترامب، الراجل ده عهده امتاز بالسلام، هو راجل السلام الأصلي. تمام. فقال لك امتاز عهده بالسلام والتنمية الاقتصادية، بدأ ان هو ينمي الاقتصاد بتاعنا، وبدأ ان هو يهتم باستثمار موارد مصر في الزراعة والتعدين والري. في الزراعة والتعدين والري. يبقى هو راجل السلام لأن العصر بتاعه امتاز بالسلام. هو راجل التنمية الاقتصادية لأن هو بدأ إن هو يستغل الموارد اللي موجودة في مصر في الزراعة والتعدين والري. زراعة تعدين ري، زراعة تعدين ري، زراعة تعدين ري، مش عايزك تنساه. طيب أهم الأعمال اللي عملها، قال لك أرسل حوالي 20 بعثة علشان يستخرجوا المعادن والأحجار اللي موجودة في شبه جزيرة سيناء. بعت 20 رحلة علشان يستغلوا أو يخرجوا المعادن والأحجار اللي موجودة في شبه جزيرة سيناء. تمام. عمل إيه تاني؟ قال لك اهتم بشؤون الري والزراعة، فأقام سدا عظيما اسمه سد اللاهون. سد اللاهون اللي موجود فين؟ موجود في بحيرة موريس، أو اللي موجودة حاليا اللي هي بحيرة قارون.
تمام؟ يبقى اهتم بشؤون الري والزراعه وعمل سد كبير. زي ما قلت لك احنا السدود بنعملها علشان الفيضانات، فهو عمل سد اسمه سد ايه؟ سد اللاهون. اللاهون، سد اللاهون. تمام؟ ده اللي موجود عند بحيره موريس، اللي هي بحيره ايه دلوقتي؟ بحيره قارون. ليه؟ علشان نخزن ميه الفيضان. قلت لك الفيضان بيبقى ايه؟ الميه اكتر ما انا محتاجها، بحتاج 100، هي بتجيلي 300، فبخزن ال 200 اللي ايه؟ اللي انا مش محتاجهم. والمره اللي بيجي فيها الميه ناقصه، مثلا انا محتاج 100 بيجيلي 50، فاخد 50 من ايه؟ من اللي انا مخزنه. واضحه؟ واضحه. طيب ايه هدف اقامه السد؟ زي ما قلت لك ان هو بيحمي البلاد من المجاعه اللي ممكن تحصل بسبب نتيجه انخفاض منسوب الميه بتاعه نهر النيل. تمام؟ طيب بدأنا ان هو يتوسع في مساحات الاراضي الزراعيه، بدأ ان هو يزود الانتاج الزراعي، بيتوسع في مساحات الاراضي الزراعيه. يعني بدل ما المساحه 100 خلاها كام؟ 300. تمام؟ بدأنا ان احنا نزود الانتاج الزراعي، بدل ما المساحه عندي كتيره 300 يبقى ايه؟ الانتاج هيزيد، الانتاج هيزيد. تمام؟ بدأ ان هو يقيس نهر النيل والميه الموجوده عند الجندل الثاني. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا بدل بنشوف المنسوب بتاع الميه، المنسوب بتاع الميه قليل، تمام؟ فاحنا هنعرف اللي جاي السنه الجايه هيبقى ايه؟ قليل ولا كتير. فقال لك ليه ان احنا بدأنا نعمل اقامه مقاييس للنيل؟ علشان نراقب ارتفاع منسوب ميه النيل، ونعرف مدى وفرة المياه كل عام، نعرف الميه اللي جايه لنا كل عام هتبقى عامله ازاي، او هتبقى قد ايه، هتكفينا ولا لا، فنخزن ولا لا. تمام؟ تمام. براكل ده خلف واحد اسمه أمنمحات الرابع. أمنمحات الرابع. أمنمحات الرابع مات، اتولى شويه ومات، احنا مش علينا لسه. تمام؟ ولكن خلف بنت أمنمحات الثالث ده، خلف أمنمحات الرابع، مات، وهو اصلا كان مخلف ايه؟ مخلف بنت. البنت اسمها ايه؟ سوبك. اسمها سوبك. سوبك. سوبك نفرو. سوبك نفرو اللي هي بنت أمنمحات الثالث واخت أمنمحات الرابع، مسكت الحكم بعد ما اخوها مات، فقال لك هي ابنة الملك أمنمحات الثالث بنته، وتولت حكم مصر بعد وفاة أمنمحات الرابع اللي هو اخوها. واستمر حكمها كام سنة؟ 4 سنين. 4 سنين. تمام؟ وهي آخر ملوك الأسرة ال 12. آخر ملوك الأسرة ال 12. يبقى يقول لك آخر ملوك الأسرة ال 12 سوبك نفرو. سوبك نفرو. تمام؟ قال لك إن دي أول ملكة تمسك مصر وتاخد لقب فرعون. وتاخد لقب فرعون. ولقب سيبكو ده، سوبك، ايه سيبكو دي؟ لقب سوبك ده هو اسم إله أصلا. زي بالظبط لما حد بيتيمم باسم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، محمد. 3/4 مصر تقريبا اسمها محمد، صح؟ أكتر من 90%. فإحنا بنتيمم باسم سيدنا محمد. هما برضو تيمموا باسم الإله اللي اسمه سوبك. ليه؟ لأن هو رمز القوة، وإن هي يبقى اسمها سوبك نفرو ده دليل على قوتها وحكمتها في حكم مصر، إن هي عندها قوة وحكمة علشان تحكم مصر. فقال لك هي أول ملكة في التاريخ المصري القديم تحمل لقب فرعون. تمام؟ وقد تمت تسميتها على اسم الإله سوبك، واستغفر الله العظيم، يعني هو رمز القوة، علشان يدلوا على إنها تحكم مصر بقوة وحكمة. تحكم مصر بقوة وحكمة. تمام؟ عملت إيه بقى الست دي؟ قال لك بدأت إن هي تنشئ عديد من المعابد، تنشئ معابد كتير، بدأت إن هي تبني معابد. تمام؟ ليه؟ علشان ترضي الآلهة وتنشر الاستقرار الديني. ناس مجنون الدين، فعلشان كده بدأت إن هي إيه؟ ترضي الآلهة وترضي المصريين، يبقى إيه؟ في استقرار ديني في الوقت ده.
تمام. بدأت إن هي تستكمل هرم هوارة اللي بدأ أبوها أمنمحات الثالث يبنيه، بس قبل ما يخلصوا مات، فهي بدأت إيه؟ إن هي تكمله، فقال لك استكملت بناء هرم والدها في منطقة هوارة. تمام. بدأت إن هي تنشئ هرم خاص ليها، هرم بتاعها هي قريب من منطقة دهشور. يبقى استكملت بناء الهرم بتاع ابوها اللي موجود في هوارة، وبنت هرم ليها هي موجود فين؟ قريب من دهشور. تمام. بدأت تبني معابد علشان ترضي الآلهة ويبقى في ايه؟ استقرار ديني. تمام. ولكن خلص العصر بتاعها، وبدأنا ان احنا ندخل في مرحلة جديدة، وهي مرحلة ضعف الدولة الوسطى. زي ما قلت لك، لكل بداية نهاية، لكل بداية نهاية. والدولة عاملة زي الشباب بالظبط، أو عاملة زي البشر بالظبط، ليها شباب وليها شيخوخة بتموت وقتها، بتعجز يعني، بيجي لها فترة بتموت. فقال لك إن الدولة الوسطى بدأت تضعف. ليه؟ ضعف وسقوط الدولة الوسطى بما تفسر ليه؟ علشان الملوك بدأوا يضعفوا. الملوك في الوقت ده بدأوا إن هم يضعفوا. مسكتنا سوبك نفرو، تخيل وصلنا إن سوبك نفرو تمسكنا، فده دليل على إيه؟ إن إحنا بدأنا ضعاف. تمام؟ بدأ يبقى في عندي زيادة في الصراعات بين حكام الأقاليم على السلطة. زي ما قلت لك، حكام الأقاليم دول هم الشرير في الرواية. والله بدأ إن هم إيه؟ يطمعوا فين؟ في الحكم. قال لك الست دي إيه؟ مش قد السلطة، فاحنا ايه عادي ممكن ايه نحكم مكانها. فبدأوا ان هم يتخانقوا مع بعض علشان ايه؟ ياخدوا الحكم. فقال لك ان بسبب ضعف الملوك وزيادة الصراعات بين حكام الأقاليم على السلطة في الوقت ده، تفتكر معايا ان قلت لك ان هم الملوك طردوا ناس جايين من آسيا وقعدوا معانا فين؟ في مصر، صح؟ عن طريق فلسطين. الناس دول كانوا من فين؟ من وسط آسيا. بدأوا يشوفوا الأوضاع اللي بتحصل في مصر، ويبلغوا الناس اللي موجودة في آسيا قرايبهم. كان في شوية يعني إيه جواسيس، بدأوا يبلغوا إيه قرايبهم. فشافوا الأوضاع في مصر مش أحسن حاجة، فقال لك بس دي فرصتنا إن إحنا نعمل غارة على مصر ونحتلها. الناس دي كان اسمهم إيه؟ الهكسوس. الهكسوس. فقال لك بسبب ده أدى إلى تعرض البلاد للأطماع الخارجية ووقوعها تحت سيطرة الهكسوس. ندخل بعد كده على عصر الاضمحلال الثاني. الاضمحلال الأول قلت لك إن نفوذ الحكام بدأ يقل، ونفوذ حكام الأقاليم بدأ إيه؟ يزيد. نفوذ السلطة المركزية بدأت تقل، نفوذ حكام الأقاليم بدأ يزيد. في عصر الاضمحلال الثاني ده ما حصلش. اللي حصل إن الهكسوس احتلونا. فندخل بعد كده على عصر الاضمحلال الثاني. قال لك هو بيتكون من 5 أسرات. من الأسرة الكام؟ من الأسرة 13 لحد الأسرة 17. من الأسرة 13 لحد الأسرة 17. فندخل على غزو الهكسوس لمصر. قال لك إن الهكسوس دول هم قبائل موجودة من فين؟ من وسط آسيا، جاينا أصلا من وسط آسيا. القبائل دي أول ما شافت الوضع كده فقال لك بس إحنا ندخل نعمل غارة عليهم ونحتلهم. وفعلا ده اللي حصل. جولنا عن طريق فلسطين، جولنا عن طريق فلسطين، عن طريق شبه جزيرة سيناء. بدأ إن هم يستولوا على مدينة من نيفر. من نيفر، تفتكر المدينة دي؟ دي العاصمة اللي عملها الملك مينا بعد ما وحد القطرين. من نيفر بدأوا إن هم يستولوا على العاصمة اللي هي من نيفر. تمام. بدأوا إن هم يدمروا المعابد. ده كله إحنا بنبني في معابد، والملوك يبنوا في معابد، وسوبك نفرو تبني في معابد. فهم في الآخر عملوا إيه؟ بدأوا يهدوا المعابد اللي إحنا بنيناها. تمام؟ فقال لك استولوا بالقوة على مدينة من نيفر. بدأوا إن هم يدمروا المعابد. بدأوا مثلا يشوفوا إيه؟ فلان معاه حتة أرض أو معاه بيت، فيروحوا ياخدوا البيت بتاعه، ياخدوه بالقوة، هناخده بلطجة. وبعد كده ايه؟ يقولوا له قبل ما تطلع تدفع ضرائب. يعني انت تاخد بيتي وتدفعني ضرائب؟ هي عافية. فبدأوا ان هم ايه؟
يسلبوا ممتلكات المصريين، ياخدوا ممتلكات بتاعت المصريين، البيوت بتاعتهم والأراضي بتاعتهم والحاجات بتاعتهم، ويفرضوا الضرائب على المصريين. يفرضوا الضرائب على ايه؟ على المصريين. بعد كده بدأوا إن هم يستقروا في شرق الدلتا، منطقة في شرق الدلتا. شرق الدلتا اكتبها لك هنا، الدلتا. تمام. وعملوا عاصمة ليهم في أواريس. عملوا عاصمة في أواريس. أواريس عايزك تحفظها. تمام. خدوا منطقة اسمها أواريس عاصمة ليهم، يبقى العاصمة بتاعتهم إيه؟ أواريس كده. طيب أواريس دي موجودة فين يا مستر؟ أقول لك موجودة في الشمال، في الوجه البحري فوق. تمام. فبكده بعد ما سكنوا في شرق الدلتا، تمام، عملوا العاصمة بتاعتهم اللي هي أواريس. تمام. فبدأوا إن هم يحكموا الوجه البحري اللي هو إيه؟ شمال مصر. بذلك حكم الهكسوس الوجه البحري. طيب هتقول لي يا مستر الوجه القبلي اللي هو الجنوب الصعيد عمل ايه؟ اقول لك الصعيد من يومه ما حدش يقدر عليه، عتاولة هناك. علشان كده الصعيد بدأ ان هم يحكموا نفسهم بنفسهم، اللي هو الوجه القبلي او الجنوب، بس بيدفعوا الضرايب لمين؟ بيدفعوا الضرايب للهكسوس. يعني انت ما تجيش عليا عشان ما تزعلش، بس انا هديك ايه؟ هديك فلوس عشان انا ايه؟ مش هقدر عليك. فمشوها ودي. تمام. فقال لك ان الوجه القبلي كان يحكمه امراء وطنيين، يعني امراء من مصر. تمام. واكتفى الهكسوس ان هم يقبلوا ان هم يدفعوا الضرائب ليهم. الامراء الوطنيين دول اللي من مصر اللي بيحكموا الصعيد بدأوا ان هم يدفعوا ايه؟ ضرائب للهكسوس. تمام. بس ما بقوش يتدخلوا في الشؤون بتاعت مين؟ بتاعت الامراء دول. الهكسوس ما كانوش بيتدخلوا في الشؤون بتاعتهم، يعني تدفع ضرائب هتعدي، مش هنسألك في اي حاجة تاني. تمام. طب هل ده هيرضي المصريين اللي دمهم حر؟ هيرضي الناس اللي عندهم كرامة وعندهم مقاومة للظلم وللاحتلال؟ أكيد لأ. الناس مش هتسكت. علشان كده بدأ عندي يبقى في كفاح ضد الهكسوس. المصريين بدأوا إن هم يكافحوا ضد الهكسوس. فقال لك كفاح المصريين ضد الهكسوس، حرب التحرير، حرب اللي انا عايز ايه؟ احرر فيها مصر. فبدا يبقى عندي في اسره ال17. قلت لك عصر الاضمحلال بيتكون من 5 اسرات، من 5 اسرات، من الاسره ال13 لحد الاسره ال17. الاسره ال17 بقى دي كان فيها راجل ما فيهوش كلام. الراجل ده كان اسمه سقنن رع. سقنن رع الثاني. تمام. الراجل ده بدأ النضال الحقيقي علشان يحارب الهكسوس ويحرر مصر من الهكسوس، وكانت بتساعده زوجته او مراته اللي اسمها اياح حتب. اياح حتب. الراجل ده بدأ ان هو يفكر ان هو يحرر مصر من الهكسوس، وكانت بتساعده مين؟ مراته اللي هي اياح حتب. بس لما دخل الحرب مع الهكسوس ما كانش عنده قوة كفاية ان هو يحارب الهكسوس. فايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اتقتل في المعركة ومات. فقبل ما ندخل على ابنه اللي هو كاموس هناخد الفقرة دي. قال لك كان عصر الأسرة ال17 هو عصر الانتفاضة ضد الهكسوس زي ما قلت لك، حيث عمل ملوك هذه الأسرة على تنظيم أمور مملكتهم اللي موجودة في طيبة. سقنا الراعي ده أصلا من الصعيد، قلت لك دم الصعيدة إيه؟ حر، مش هيقبل بإيه؟ مش هيقبل بالاحتلال. علشان كده بدأوا إن هم يفكروا في إيه؟ يفكروا إن هم يحرروا البلد. الناس دول كانوا موجودين في طيبة وبثوا الشعور الوطني وروح المقاومة في نفوس المصريين علشان يواجهوا الاحتلال. فزي ما قلت لك سقنا الرع بدأ النضال الحقيقي علشان يحرر مصر ويقضي على هكسوس، وعاونته على كده او كانت بتساعده مراته اللي اسمها اياح حتب. بس اول ما دخل الحرب مع الهكسوس مات. كان عنده ابن بقى. الابن ده اسمه كاموس، الملك كاموس، هو ابن الملك
سقنا رع، ابن الملك سقنا الرع اللي اسمه كاموس، اللي هو ايه؟ اخو احمس. كاموس ده قال لك انا ابويا مات والناس دي برضه لسه محتلانا ولسه بتهنا، فانا مش هقبل بالوضع ده. هتعمل ايه؟ قال لك هروح احاربهم. وفعلا راح يحاربهم، بس قبل ما يروح حصل حاجه مهمه قوي. قال لك يا واد يا كاموس، طيب انا رايح احاربهم دلوقتي بطولي، انا ممكن اعمل كل حاجه بس برضه في الاخر انهزم. ليه؟ علشان في حد في الجنوب تحت، في الجنوب عند السودان بيعاونهم، بيبعت لهم الاكل عن طريق نهر النيل، بيبعت السفن فيها اكل وامدادات وسلاح وذخيره وكل حاجه هيحتاجوها في الحرب دي. تمام؟ فانا قبل ما اروح اقضي عليهم، علشان انا كده كده مش هعرف اقضي عليهم، اروح اقضي على مين؟ على اللي بيعاونهم في الجنوب، اللي فين؟ اللي في السودان. وفعلا عمل حمله علشان يأمن الحدود الموجودة في الجنوب، حدود البلاد الجنوبية، وعمل حملة مفاجأة على أرض كوش. ليه؟ علشان يجبر الأمير بتاعها إن هو يقطع الإمدادات اللي كانت بتصل للهكسوس عن طريق نهر النيل، يقطع الإمدادات اللي كانت بتوصل للهكسوس عن طريق إيه؟ نهر النيل. تمام؟ بعد ما قضى عليهم قال لك بس أنا تمام كده، اجبرته ان هو مش هيبعت حاجه للهكسوس، وهو مش هيبعت. خلاص بقى اروح ايه؟ استفرد بالهكسوس، وريني بقى ينفذوا ازاي. فراح للهكسوس، انطلق بجيشه نحو الشمال، وحقق انتصارات كتير جدا. قدر ان هو يرجع ويحرر الحاجات الموجوده في النص، المحافظات الموجوده في النص، الاجزاء من مصر الوسطى، اجزاء كتيره من مصر الوسطى موجوده في النص. تمام؟ بس قرب ان هو يوصل لشمال مصر او للبحر المتوسط، ما عرفش، اتقتل. علشان كده بيقول لك بدأ ان هو ينطلق بالجيش بتاعه نحو الشمال، محقق انتصارات عظيمة استطاع من خلالها تحرير اجزاء كبيرة من مصر الوسطى اللي موجودة في نص مصر، في وسط مصر. تمام؟ وكانت تحت ايه؟ تحت نفوذ الهكسوس، ولكنه قتل في حرب التحرير، اتقتل في حرب التحرير. تمام؟ جه بعده اخوه الملك العظيم اللي حررنا من الهكسوس، الملك احمس الاول. الملك احمس ايه؟ الاول. هل احمس لما اخوه مات وهو بيحارب الهكسوس، وابوه مات وهو بيحارب الهكسوس، هيسكت؟ لا. قال لك انا مش هسيبهم. هتعمل ايه؟ انا هحاربهم وهنتصر وهحرر مصر وهطاردهم وهقتلهم كلهم. انت جدع بقى، بس كله كان بيقول، محدش عمل. قال لك لا انا هعمل. هتعمل ايه؟ قال لك اتجه بجيشه نحو الشمال. فين؟ لشمال مصر، للهكسوس، وحاصر العاصمة بتاعت مين؟ بتاعت الهكسوس. تفتكر اسمها ايه؟ افتكر معايا، أواريس. مش عايزك تنسى الاسم ده، أواريس عاصمة الهكسوس. تمام؟ حاصرهم في العاصمة بتاعتهم اللي هي أواريس. تمام؟ لحد ما دخلها. الهكسوس ما يقدروش يصمدوا قدامه، بدأ يحاربهم بنفس سلاحهم، العجلة الحربية، وما كانوش عارفين ايه يسدوا قصاده. فقال لك ان هم هربوا، سابوا له العاصمة وهربوا. فهو دخل العاصمة، شافهم ما لقيهمش، بعد كده ايه؟ جري وراهم لحد فلسطين. قال لك فر الهكسوس لفلسطين. هل هيسيبهم احمس وهو جواه الغل ده كله ان هم قتلوا ابوه واخوه؟ لا. قال لك تعقب الهكسوس لفلسطين، راح وراهم لحد فلسطين وحاربهم لحد ما قضى على الخطر بتاعهم، قضى عليهم. راح وراهم لحد فلسطين، ما سابهمش، وقضى عليهم في فلسطين، وقضى على الخطر بتاعهم. تمام؟ بعد كده ما أحمس حرر مصر من الهكسوس تماما، ووجه اهتمامه إلى إعادة تنظيم البلاد وتأسيس الدولة الحديثة. حرر مصر، بعد كده ايه؟ بدأ يرتب مصر تاني ويعيد تنظيم البلاد، يبدأ ينظم مصر من تاني. علشان ايه؟ علشان يبدأ عصر جديد معايا، هو عصر الدولة الحديثة. تمام؟ نروح بقى للست المحترمة اللي ربت وسندت جوزها وضحت بابنها كاموس، وكانت هتضحي بابنها التاني اللي هو أحمس، ده كله علشان تحرر مصر. الست دي أصيلة جدا،
أصيلة جدا اسمها إيه؟ إياح حتب. إياح إيه؟ حتب. قال لك إن هي قامت بدور مهم جدا في تحرير البلاد من الهكسوس. ليه؟ أكيد علشان كانت بتشجع ابنها كاموس، بتشجع ابنها أحمس. كاموس ده اللي اتقتل، أحمس ده اللي حررنا. فكانت بتشجعهم على الاستمرار في الكفاح بعد ما ابوهم مات على ايد الهكسوس. ابوهم اللي هو مين؟ افتكر معايا، سقن الرع الثاني. سقن الرع الثاني. تمام. واثناء ما ابنائها كانوا بيحاربوا الهكسوس، وجوزها كان بيحارب الهكسوس واتقتلوا، اللي احمس طبعا، هي كانت بتدير البلد، هي اللي كانت الملكة في الوقت ده. فقال لك تولت شؤون الحكم أثناء الحرب ضد الهكسوس نيابة عنهم إلى حين عودتهم منتصرين، لحد ما يرجعوا منتصرين. تمام؟ تمام. يبقى الست دي عظيمة جدا. ليه؟ علشان شجعت عيالها وجوزها إن هم يحاربوا الهكسوس ويجيبوا حق إيه؟ أبوهم. ووقت ما هم كانوا بيحاربوا الهكسوس هي كانت بتحكم مصر، صح؟ هتقول لي صح يا مستر. طيب، خلصنا من ده كله، وكالعادة لازم نعرف مصر كان ايه علاقتها بالدول المجاورة ليها في الوقت ده. فقال لك علاقة مصر بأفريقيا في عصر الدولة الوسطى. ايه العلاقات بتاعتها؟ قلنا ان مصر ان العلاقة شملت عدة جوانب. العلاقة بين مصر وأفريقيا شملت عدة جوانب. جوانب أمني وعسكري، وجانب اقتصادي. جانب أمني وعسكري وجانب اقتصادي. هو إيه الجانب الأمني والعسكري؟ قال لك إن المصريين اهتموا إن هم يأمنوا الحدود الجنوبية. زي ما قلت لك وأقولها لك تاني، إحنا كان أهم حاجة عندنا إن إحنا نأمن الجنوب، تحت عند السودان، تحت مش فوق، تحت. تمام. إحنا بدأنا نأمن إيه؟ الجنوب. بدأنا إن إحنا إيه؟ نزود السيطرة بتاعتنا، بدل ما عند الجندل الأول رحنا عند الجندل إيه؟ عند الجندل الثاني. تمام. يبقى اهتم المصريين بتأمين الحدود الجنوبية. أقاموا الحصون من الجندل الأول لحد الجندل الثالث. يعني إحنا عملنا حصن عند الجندل الأول، بعد كده عند الجندل إيه؟ الثاني، بعد كده عند الجندل إيه؟ الثالث. دي كلها حصون. عملنا حصون عند الجندل الأول، بعد كده الجندل الثاني، بعد كده الجندل إيه؟ الثالث. تمام؟ فقال لك أقاموا الحصون من الجندل الأول لحد الجندل الثالث. طيب، ده بالنسبة للجانب الأمني والعسكري. زي ما قال لك أمني وعسكري، يبقى أي حاجة فيها تأمين حدود وتوسع. تمام؟ وحصون. تمام. إنما الجانب الاقتصادي فدي تجارة بتاجر مع الدول الجنبية. فقال لك أقام المصريين علاقات تجارية مع حضارات إفريقيا زي حضارة كوش. حضارة كوش اللي قلت لك الملك كاموس راح لهم وراح للأمير بتاعهم قال له إيه؟ ما تمدش الهكسوس بإمدادات عشان أنا هحاربهم. صح؟ تقول لي صح. بدأنا إن إحنا نعمل معاها إيه؟ علاقات تجارية مع دول أفريقيا، وخصوصا مين؟ وخصوصا حضارة كوش. طيب إيه الدليل على كده؟ قال لك حيث تم تبادل الحلى دي اللي هي إيه؟ الذهب، أو الحاجات اللي كانوا بيلبسوها. مش فاكر ساعتها كان ذهب ولا نحاس، بس هما كانوا بيلبسوا إيه؟ غوايش، يلبسوا سلاسل، يلبسوا أنسيالات. تمام؟ الحلى والمجوهرات زي ما قلت لك برضو، كانوا بيلبسوا خواتم، كانوا بيلبسوا سلاسل. تمام. والعطور والمعادن، عطور اللي هي الريح، والمعادن اللي هو الحديد، الفضة، النحاس، الذهب، والعاج، خشب العاج، والتوابل. التوابل دي اللي هي الفلفل الأسمر، اللي هي الملح، توابل. والزيوت زي زيت ايه؟ زيت الزيتون وزيت النخيل. زيت الزيتون دلوقتي ب 500 جنيه ولا ب 600 جنيه، فوقتها برضو كان في زيت زيتون وزيت نخيل. تمام. أقاموا مراكز ومحطات تجارية. عملنا مراكز ومحطات تجارية علشان نزود الاقتصاد بتاعنا. قلنا العصر ده إيه؟ عصر رخاء اقتصادي، كنا بنفكر كويس وكان اقتصادنا عالي جدا. تمام. فأقاموا مراكز ومحطات تجارية على طول نهر النيل اللي موجود في الجنوب. عملنا مراكز ومحطات تجارية علشان الناس تشتري مننا، والسفن إيه؟ تشتري مننا. تمام.
طيب ليه عملنا كده؟ علشان المحطات التجارية دي تستخدم في تخزين وتوزيع السلع المستوردة والمصدرة. عملنا المخازن أو المناطق التجارية والمحطات التجارية علشان نخزن فيها الحاجات بتاعتنا. مثلا عندنا زرع قمح، زرعنا قمح فنروح نخزن عندهم القمح. اللي عايز ياخد مني قمح ببيع له، تمام. ولو عايز انا اشتري قمح بشتري من هناك، تمام. فاحنا بنستخدمها في الاستيراد والتصدير، تمام. قال لك ارسلوا البعثات علشان يستخرجوا المعادن، ارسلوا بعثات لافريقيا علشان يستخرجوا المعادن الموجوده هناك. يبقى احنا المصريين، مصر الوسطى، بعتوا بعثات لافريقيا علشان يطلعوا المعادن ويستغلوها، تمام. وده ادى لتبادل الثقافات بين المصريين وشعوب افريقيا. بدانا ان احنا نتبادل الثقافات بتاعتنا. أنا لما اقابل واحد مثلا من غينيا بيساو، مش عارف ليش ما احنا غينيا بيساو، من المغرب، خليها من المغرب، فانا مثلا لو قعدت معاه اسبوعين 3 4 اتعلم اللغه الامازيغيه، تمام. هيبقى عندي سنه الشكارة، اتكلم محدش هيفهمني، فهبقى فاهمه. فانا هبادله الثقافه بتاعته، هو هيبادلني الثقافه بتاعتي، هو هيبادلني الثقافه بتاعته وانا هبادله الموضوع متلخبط. هو هيبادلني الثقافه بتاعته وانا هبادله الثقافه بتاعتي، تمام. يبقى ده ادى لتبادل الثقافات بين المصريين وشعوب افريقيا، ان انا بدات احتك بيهم، فانا خدت شويه من ثقافتهم، هم خدوا شويه من ثقافتي، تمام. وده برضو اللي هي البعثات اللي بعتناها عشان يستخرجوا المعادن، دي دلاله على عمق العلاقات بين مصر وافريقيا. فمن عمق العلاقات دي، وان هي وصلت لدرجه ان الملك امنمحات الاول قال ان انا امي اصلا كانت من جنوب. منين من جنوب؟ من افريقيا. يعني هي مش مصريه اصلا، بس من من افريقيا. فقال لك للدلاله على عمق العلاقات بين مصر وافريقيا، اشار الملك، يعني الملك امنمحات الاول قال انه ان هو اصلا ابن سيده من فين؟ من الجنوب، يعني من افريقيا، يعني اصلا مش من مصر، بس هي من افريقيا، تمام. فده دليل على عمق العلاقه بين مصر وافريقيا. والحمد لله احنا خلاص فينش كده، خلصنا الدرس الثاني، واشوفكم على خير باذن الله في الدرس الثالث. ولكن قبل ما نقفل عايز احل معاكم تدريبات. فندخل على اختر الإجابة الصحيحة مما بين قوسين. فقال لك سيطر الملك منتحتب الثاني على الوجه البحري والقبلي بعد انتصاره على مين؟ على ملوك أهنسيا، تمام؟ تمام. قال لك استطاع مؤسس الأسرة ال 12 حماية مصر من الغارات الليبية القادمة من جهة قلت لك ليبيا مش جهة شرق، ليبيا جهة الغرب، فهتبقى جهة الغرب، تمام. قال لك الملك المصري الذي قام بإنشاء قلعتي سمنة وقمنة عند الجندل عند الجندل الثالث. هنرجع له، أجيبك. راح فين؟ أنا عارفها بس عايزك أنت تفتكرها معايا. يا فين سمنة وقمنة دي؟ ملك سنوسرت الثالث. الملك سنوسرت الثالث. يبقى نقول الملك سنوسرت الثالث. وراح فين؟ سنوسرت الثالث، تمام. يبقى الملك المصري اللي قام بإنشاء قلعتي سمنة وقمنة سنوسرت الثالث، تمام. قال لك استكملت الملكة سوبك نفرو بناء هرم والدها في منطقة في منطقة هوارة. إنما دهشور دي بتاعها هي شخصي يعني ليها هي، مش لوالدها، تمام. تمام. عشان بس اللي يبقى كملت بناء الهرم بتاع والدها اللي موجود فين؟ في هوارة، تمام.
اكتب ما تشير إليه كل عبارة مما يأتي. قال لك مدينة اهتم الملك منتحتب الثاني بتجميلها وإقامة المعابد فيها. منتحتب الثاني تجميلها، بدأ إن هو يجملها، اللي ساعتها قلت لك إيه هي الأقصر حاليا طيبة. تمام. طيب قناة مائية تم حفرها سنوسرت، قلت لك سين، هناخد معاها إيه؟ السين، السين مع السين، السين مع السين هتبقى سيزو ستريس. احفظها كده، سونوسيرت سيزوستريس، سينوسيرت سيزوستريس. تمام. ندخل على بعد كده انا مين. السؤال انا مين، لو لما حد يجي يغمى عينيك كده يقول لك انا مين، فهو بيقول لك ايه هنا؟ غمى عينيك، بيقول لك ايه؟ بدأت الحرب لتحرير البلاد من الهكسوس. بدأت الحرب لتحرير البلاد من الهكسوس. اللي بدأ اول واحد بدأ الحرب مين؟ ابوهم اسمه ايه؟ كاموس؟ لا. احمس؟ لا. اسمه ايه؟ سقنن رع. تمام، سقنن الرع الثاني. تمام. قال لك حملت لواء الكفاح ضد الهكسوس بعد ما ابويا اتقتل ولكني مت برضه. هل هو احمس اللي حررنا اصلا؟ لا، يبقى ايه؟ كاموس. تمام. قال لك انا اللي تعقبت الهكسوس لحد ما وصلوا ليه؟ لفلسطين، وحاربتهم هناك لحد ما قضيت عليهم. ده الملك العظيم احمس، ما فيش منه اتنين. تمام. الملك اللي حررنا احمس. السؤال اللي بعده بيقول لك اكتب ما تشير اليه كل عباره مما ياتي. مدينه استولى عليها الهكسوس بالقوه عند احتلالهم لمصر. قلنا من نيفر. اللي عملها مين؟ الملك مينا. تمام. قال لك مدينة اتخذها الهكسوس عاصمة لهم. ايه ده؟ مدينة اتخذها الهكسوس عاصمة لهم في شرق الدلتا، قلت لك هي أواريس. لحد هنا مفيش مشاكل ولله الحمد، وأشوفكم على خير مع الدرس الثالث في الوحدة الثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.